في حوار في طبعا شخص طبعا كاين مع المجموعه القبض باهي نبي يعطيك نود مختصره كيف قبضوا عليها يعني. كيف كانت الحاله بالضبط؟ هذا البنت من الستاش ضربت سياره تاكسي. نعم. فهمت ضربت سياره تاكسي البنت هربت منها من السياره. كانت بشد واحد من العناصر نتاعنا طب يا عمي راه شدود. طبعا ليش يعني طالع من الكتيبه نشبح في الزحمه. نشبح العنصر اللي معنا قال يشدها هو شدتها. شو القصه؟ قال البنت راه خطفها. طب بس على البنت شنو جبنا لي كتيبه دار بين البنت خطفها. قال بوها نعرفها نعرف العيله من راس حسن خطفها جابها طريق لليار وخاش بعد دخلها الفجار. يعني شوف الخطف يعني من راس حسن يعني عند عين زهره معناها طبعا شخص معيش الطفله بدي تو ندير مع لقاء يمكن حتى في بعض الكلام هي ما قالتهاش كلام باهي يعني خجوله شويه باهي يعني في حتى امور اخرى يعني لكن الحمد لله يعني بنيه سليمه ما فيها شيء. أمي بعتتني دكان الخبزة وأنا مروحة هو قال لي تعرفاها نبلة مش عارفة شنو قال لي اسمها قلت له لا قال لي أنا نعرف الجامعة نبيك تقضي عليها وشحني خششني السيارة. في الطريق قال لي تعرفي الجامعة قلت له لا ما نعرفهاش. قال لي مش قلت لي تعرفيه وضربني. بعتالي وهو يشبح لي لفت للطريقة لقى سيارة جايته مش هو يلف في غادي أنا لفيته هنا باش يصير الحادث ونزلت هربت. الشعور اللي أنا كنت فيه ما نقدرش نحكيه لك ولا نقدر نوصفه لك. فالحمد لله يعني إن بعد غياب بالنسبة لي أنا نعتبرها مش ساعات نعتبرها قرون عرفت. يعني قس المغربة وبعد المغرب شوية قبل مانيش عارف بالضبط تحديدا. الحمد لله في رجال جو للحوش وكانت البنت معاهم وذاك هو اللي المطلوب بالنسبة لي يعني ما دام البنت وصلت ما كنتش نبي شيء ان البنت تروح وامورها طيبة الحمد لله وحالها باهي ولله الحمد. بعدين عرفت انه هو في دين امينة زي ما نقولوا في دين صالح. انا متأكد منه انهم ما راح ياخذوا لي حقي. من جهته أكد بعيو أن التحقيقات جارية في قضية خطف الطفلة وخاصة أن الشخص الخاطف اعترف بعدد من قضايا الخطف والاعتداءات وأنه من أصحاب السوابق داعيا إلى تفعيل القضاء الليبي كي يأخذ مجراه في محاكمة ومعاقبة من يرتكب مثل هذه الأفعال. في طبعا في اعتراف من عام ونص كاين طبعا محبوس باهي قضية تحتية النساء باهي والمساء طبعا تحتية طفلة صغيرة باهي وفي اعتداء حتى امرأة كبيرة. طبعا لو كلمناه نحقق معاه الراجل تحسه يعني شنو يعني من كثر يعني حشيش المخدرات اللي ياخذ فيها يعني مش عارف اسمها يعني راجل بتاع مخدرات هي طفلة صغيرة يعني هي طفلة يعني انت يعني والله مش عارف نقول يعني من موضوع عندها من طفلة صغيرة يخطفها ما منش نقول حاجة يعني الدنيا اللي عليها وابوها قاعد ما منش نقول اي شيء بيدير يعني فهمت يعني ممكن بيدير حاجة أخرى يعني يمكن كان بيستعمل معها اسلوب مش كويس. القضاء الليبي لازم يتفعل ما فيش قضاء. تو شخص ودع متاكد لو انا دفعت الحبس حينحبس بعد شهر حيطلع. عبد الله الكبير عضو مطني في ليبيا انا صفني انا وجماعتي بالميليشيا والله يصدق عليه هو وغيره. احنا ما نشبيش احنا ثوار احرار كيف يبي هو. احنا جعنا حق الناس رجعت اصحابها. احنا طلع الحق الظلم احنا ما عشان ظلم احنا لا لو عقبت بيهم الحق يرجع كل واحد. اجتمعت لجنة التعليم العالي بالمؤتمر الوطني العام